طابت وطاب نعيمها. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. فيها الذي والله لا عين رآت، كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم، محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد. السلام عليكم ومرحبا بكم. شراكم ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وفي صحه جيده وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. ما ننساش حبيبات قلبي دائما نرحب بالمشتركات الجدد اللي راهم ينضموا لينا، نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم مطبخ ام رؤوف. ما نطولش عليكم حبيبات قلبي، الوصفه تاع اليوم راح تكون وصفه بزاف بنينه، رايحين نديروا مع بعضنا بنيون بريستيج بطريقة جديدة وعصرية من قناة مطبخ أم رؤوف. نتمنى حبيبات قلبي تكملوا لا فيديو للأخير، وما ننساش دايما نقولكم حبيبات قلبي فضلا ديروا لنا جيم واشتراك وبارطاج، وفي نفس الوقت كثرونا من الجيم باش يطلع لنا الفيديو في محرك البحث. نروحوا مع بعضنا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. المقادير بسيطة، عندي هنايا كاس تاع كونفيتور، 4 مغارف تاع جلجلان تقدروا ترحيوها، انا راح نخليها حب. كاس من المكسرات، درت خليط من المكسرات اختياري انتي واش تحبي، 2 ملاعق كبار تاع حلوة الترك، وملعقة كبيرة من القفريط كنت رحيته. نبدا بسم الله، نجيب الغيسيبيون تاعي ونفرغ فيها هذاك الكاس تاع الكونفيتور. هنا تقدروا تستعملوا الكراميل ولا تقدروا تستعملوا العسل، انتي واش تحبي في البنيون نتاعك. راح ندير هذاك الكاس تاع الكونفيتور ونزيد عليه هذوك 2 مغارف تاع الجلجلان. انا حبيت الجلجلان نخليها حب باش نحس بهذيك القرمشه في البنيون نتاعي، ونزيد عليه الكاس تاع المكسرات، درت خليط من المكسرات ولا تقدري تستعملي الكاوكاو عادي. نزيد هذوك 2 ملاعق كبار تاع حلوة الترك والملعقة الكبيرة تاع القفريط. القفريط راح يعطي له واحد البنة ما شاء الله، هذه اختياري تقدري ديريها وتقدري تستغني عليها. ندير ملعقة صغيرة من لافاني ونبدأ نخلط في المكونات كامل مع بعضهم حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة. وهنا بعد ما كانت جاتني شويه جاريه كما راكم تلاحظوا، راح نزيد لها 2 ملاعق كبار تاع لوز مرحي كنت قليته، ونكمل نخلط حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه، ما تيبسوهاش بزاف. هنايا لازم تكون شويه طريه. هذا هو القوام تاع العجينه نتاعنا. راح نذوب ملعقه تاع زبده باش نعاون بها روحي باش ما تلصقليش العجينه في يدي. ندهن يديا بشوي زبده ونكمل نلمها بهذه الطريقه. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. هنا ما تيبسوهاش بزاف، لازم تكون شويه طريه باش البنيون تاعكم ما يجيكمش يابس ويكون طري ومعسل من الداخل. نروح دوكا نوجد القاعده اللي راح نحط عليها البنيون. عندي 100 غرام زبدة و2 ملاعق كبار سكر كلاسي، بيضة كاملة، 2 ملاعق كبار نشا، و2 ملاعق كبار بودرة اللوز، ونصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وملعقة كبيرة فاني. نجيب غيسيبيون ونحط فيها الزبدة. عندي 100 غرام زبدة، مانيش محتاجة كمية كبيرة، تقريبا هذا 100 غرام تاع الزبدة راح تخرج لي تقريبا 16 حبة. راح نستعمل سباتول ونبدا نحرك في هذيك الزبده حتى نشوفها بدات تذوب لي. كما راكم تلاحظوا هنا في الصوره لازم تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ باش تعاونكم في الخدمه. بهذه الطريقه مانيش راح نستعمل يدي. من بعد راح نزيد لها البيضه تكون بدرجه حراره المطبخ،
ونكمل نخلط هذيك البيضة مع الزبدة، ونزيد نحط عليها 2 ملاعق تاع سكر جلاسي. سكر جلاسي لازم يكون مغربل. ومن بعد نزيد عليها 2 ملاعق كبار تاع نشا راح تعطينا خفة للصابلي تاعنا. ونكمل نخلط المكونات كامل مع بعضهم حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي. نخلط المكونات مليح مع بعضهم كما راكم تلاحظوا. هنا بعد ما كنت خلطت مليح المكونات راح نزيد هذيك القرصه نتاع الخميره الكيميائيه وزوج ملاعق كبار تاع بودره اللوز. بودره اللوز راح تعطينا بنه للصابلي تاعنا. ونزيد عليه ملعقه كبيره تاع فاني. هنا الملعقه تاع الفاني اختياري لانه راه اللوز راح يعطينا بنه للصابلي تاعنا. ونكمل نخلط المكونات حتى يدخلوا كامل مع بعضهم. ومن بعد نشف بالفارينه. الفارينه حبيبات قلبي روحوا معها غير بشويه ما تيبسوش الصابلي تاعكم. هنا بعد ما كملت خلطت مليح المكونات راح نبدا نشف بالفارينه. وفي هذا المرحله راح نكمل دوكا نخدم بيدي سباتول ساي باش نشوف القوام تاع العجينه. نستعمل دوكا يدي. نكمل دوك نشف بالفارينه حتى نتحصل قلت لكم على عجينه تكون متماسكه وفي نفس الوقت تكون طريه. هذه هي العجينه بعد ما كنت كملت لميتها بالفارينه. هذا هو القوام تاعها. كما دائما نقول لكم الصابلي لازم تخليوه شوي طري بزياده. نرش البلون طرافاي تاعي بشويه فارينه. نحل العجينه بسمك تقريبا نصف سنتيم. مانيش محتاجه الصابلي يكون خشين محتاجته يكون شويه رقيق. حليته بسمك نصف سنتيم لانه راه فيه هذيك القرصه تاع الملح راح شويه ينتفخ معنا. هذا هو الشكل اللي راح نديروه على شكل بيضاوي. وشوفوا السمك تاعو ماهوش خشين كما قلت لكم. نحطه فوق الطابي تاع السيليكون محتاجاته يكون شويه حرش من تحت. ودوكا بعد ما كنت خليت هذاك البنيون نتاعي يريح لي وكان طاب لي الصابلي. شوفوا كيفاش طابلنا في هذيك الطابي تاع السيليكون. هنا راهي الصوره ماهيش تبان واضحه. من بعد كي راح نديرو الناكخي ان شاء الله راح يبان معكم. هذا هو البنيون نتاعنا بعد ما كان يريح. من الاحسن نخليوه تقريبا واحد النص ساعه يريح باش تتحصلوا على عجينه تكون معسله من الداخل وطريه. راح نستعمل هذا المول تاع السيليكون المول البيضاوي. تشفاو البنات هذا المول كان دار حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. ما كانش يعني بيت ما فيش هذا المول. راح نستعمل انا هذا المول. راه مول يعني متواجد في المحلات. شريته غير ب20,000. راح دوكا نبدا نحط في البنيون نتاعي بهذه الطريقه. من قبل ما نحط البنيون راح ندهن المول تاع السيليكون بشويه زبده باه من بعد كي نعشي راح نديمولي الحبه تاع البنيون ما تفزتش ويقعد الشكل نتاعها هو لانه من بعد ما راح نحط كامل البنيون في هذا المول راح ندخلو للكونجيلاتور نخليه تقريبا واحد ربع ساعه حتى يحكم روحو باه نديموليوه باه يقعد حاكم الشكل تاعو وما يفسدش معنا. هذا هو البنيون تاعنا حبيبات قلبي. بعد ما كنت دخلته للكونجيلاتور تقريبا واحد 20 دقيقه راح نبدا نديمولي فيه. شوفوا بكل سهوله راح يخرج معكم. على هذه قلت لكم ادهنوا المول تاعكم بشويه زبده. ودوكا راح ندهن هذاك الصابلي تاعي بالناكخي دوري. ان شاء الله تكون الصوره واضحه. هنا راني نشوف فيها ماهيش تبان لكم مليح لكن من بعد مع الاضاءه راح تبان لكم النتيجه اللي تحصلنا عليها بعد ما درنا الناكخي. وهنا بعد ما كنت حطيت الحبه تاع البنيون فوق القاعده تاع السابلي راح دوكا ندير ملعقه صغيره من الكراميل. هذه اختياري حبيباتي تقدري ديريها وتقدري تستغني عليها مي راح تعطي له بنه ما شاء الله. نكمل نملى كامل الحبات ونولي لكم حبيبات قلبي باش نكملوا نزينوا البنيون نتاعنا. هذا هو البنيون نتاعنا بعد ما كنت كملت مليت هذوك الحبات
تاع البنيون بالكراميل. حطيت نصف ملعقه صغيره، ما تكثروش بزاف الكراميل لانه بعدا رايحين نحطوا هذوك المكسرات راح تطلع الكراميل. حطوا كميه قليله. راح نجيب المكسرات هنا بعد ما كنت حمصتهم. من احسن هنا حمصهم. شوفوا هنا وليدي راه يلعب بالبالو، راه مهبلني. راح نحمص هذوك المكسرات ونحط عليهم 2 ملاعق كبار تاع عسل. نكون سخنته باش نتحصل على هذيك اللمعة في المكسرات. ونبدا دوكا نزين في البنيونه نتاعي بهذه الطريقه. راح نبدا نزين في البنيون تاعي بهذه الطريقه. ان شاء الله تكون الطريقه واضحه. من كل مكسرات راح نحط حبه ولا نصف حبه على حساب الحجم تاع البنيونه نتاعكم. بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل الحبات ونشوفوا حبيبات قلبي البنيون تاعنا في طبق التقديم. هذا هو حبيبات قلبي البنيون نتاعنا بعد ما كنا كملنا زيناه. حطينا له هذوك الفشوش تاع الورد وحطيت له هذيك الكريه تاع الشيكولا وزينته بلي فيدور. طريقه سهله وبسيطه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وكنت خفيفه ظريفه عليكم. هذه هي الوصفه تاع اليوم. كانت بنيون بريستيج بزاف راقي وبزاف مناسب لافراحكم ومناسباتكم. صدقوني يجي بزاف بنين شكلا وذوقا. بنات حبيت برك نوضح لكم برك النقطه. البنيون راكم تلاحظوا فيه كيفاه راه يبري. قبل ما حطيته فوق القاعده نتاع الصابلي كنت سخنت ملعقه كبيره تاع عسل ودهنت هذاك البنيون. شوفوا هذيك اللمعه اللي تحصلوا عليها. ومن بعد تحطوه فوق القاعده نتاعكم. هذه هي حبيبات قلبي النتيجه بزاف هايله وراحين تتحصلوا على بنيون ما شاء الله وبزاف راقي. راح نقسم لكم الحبه وتشوفوا هذاك البنيون كيفاش يجي معسل ويجي بزاف طري. والبنايه البنات ما عندي ما نحكي لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعطيوا لي رايكم في التعليقات. راح نخلي لكم الرابط تاع المجموعه نتاعنا في الفيسبوك باش تحطوا لنا التطبيقات تاعكم. مرحبا بكم كامل حبيبات قلبي. الى هنا ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في وصفات جديده. وما تنسونيش بجنب باش يطلع لي الفيديو في محرك البحث. سلام.